اليوم غادي نشوفوا واحده من ارعب واحز القصص الحقيقيه اللي غادي توقع لواحد العائله مع الجن. صراحه واحد القصه اللي من ارعب القصص اللي سمعتها انايا. المهم خليونا نبداو نيشان في القصه. تيقول مول القصه انا واحد الشاب اللي عادي عايش وسط واحد العائله اللي فقيره. عائلتي كتكون من الام والاب وثلاثه ديال الدراري وجوج ديال البنات الصغار، يعني الاسره مكونه من 7 ديال الافراد. المهم بعد ما مات جدي الله يرحمه غادي يتفاهم الاب ديالي مع الاخوه ديالو باش ياخذ هو الدار، يعني يخلصهم في الحق ديالهم الحقوق ديالهم ديال الورث وياخذ ليه هو الدار. واللي في نفس هاد الدار هذه اللي غادي توقع فيها هاد القصه المرعبه اللي غادي نعاود لكم. بالنسبه للدار كانت واحد الدار اللي قديمه بزاف، كانوا فيها جوج ديال الطبقات ودار مبنيه من الخشب، داك النوع ديال داك البني القديم. والدار كانت في واحد البلاصه اللي بحال تقولوا شي شويه معزوله، وفاش كنحتاجوا شي حاجه كنهبطوا لواحد القريه اللي كانت قريبه منا وهي مناش كنتقداو داكشي اللي خصنا. والدار ما كان فيها لا ضو ولا ما، كنسقيو غير من واحد البير وكنضويو غير بداك السراج ولا داك القنديل ديال الزيت ولا ديال الغاز. كنا محاولين نعتمدوا على روسنا وصافي. الوالد ديالي كانت عنده واحد المزرعه اللي نيت كان وارثها من جدي الله يرحمه. نهارو كامل كانوا كيدوزو تمايا في ديك المزرعه من غير الوقيته ديال الغداء، كيجي كيتغدى ويرجع يكمل الخدمه ديالو الفلاحه ديالو حتى المغرب. الوالده كان عندها شي غنم وكانت عندها واحد البقره، وهاد البقره هادي كانت عزيزه عليها بزاف، كانت كتهلا فيها بزاف في الماكله والماء، كتسقي ليها من البير حيت هي المصدر ديال الحليب ديالنا. كان واحد في خوتي كيخرج الغنم من الصباح حتى لميقات العصر وكداك، وانا كنجي كنرومبلاسيه حتى لميقات المغرب وكنجيو كندخلوا الغنم ديالنا. المهم الاخر حياتنا واحد الحياه اللي بسيطه وفيها القناعه الحمد لله، عايشين بعرق كتافنا كما كنقولوا. المشكل الوحيد اللي كان عندنا هو الام ديالي كانت عصبيه، حيت كان عندها واحد المشكل صحي هو السبب في دوك الاعصاب ديالها. وفاش كانت كتعصب كانت كدعي علينا وكتقول لنا جن يضربك ولا جن يهزك عليا. هاد الدعوه هادي كانت لاصقه لامي في الفم ديالها الله يسمح ليها وصافي. واللي بسبب الدعوي ديالها غادي توقع هاد القصه هادي كامله اللي غادي نعاود لكم دابا. في واحد العشيه اختي الصغيره كاع بدات كتبكي بزاف، حاولت مع امي باش تسكتها ولكن اختي الصغيره ما بغاتش تسكت كاع، بقات غير كتبكي داك النهار وما بغاتش تسكت. ومع امي عصبيه غادي تدعي عليها بدوك الدعاوي الخايبين ديالها، قالت ليها بالحرف سكتينا جن يسكت لك الحس. ما دازش دقائق على هاد الدعوه هادي واختي عينيها بداو كيتقلب. هادشي كامل كان جويه المغرب. امي غير شافت داك الديكور بدات كتبكي وكتغوت، وكان الوالد نيت الوقيته ديالو هادي فين كيجي وقيت المغرب. غادي وصل للدار غادي يلقى اختي في ديك الحاله وغادي ياخذها لاقرب طبيب واللي كان في ديك القريه نيت اللي قريبه لينا. ولكن فاش وصل الوالد للقريه مع اختي داك الطبيب ديال داك المستوصف ما قدر يدير والو، وغادي يطلبوا سياره اسعاف وغادي ياخذوا اختي للمدينه. ما رجع الوالد حتى الغد ليه، رجع وهز اختي معاه في يديه وهي ميته الله يرحمها. واللي يعرف الوالد من داك التقرير الطبي بلا اختي ماتت بشي صدمه دماغيه، هادشي اللي قالوا ليه. دوزنا مده طويله وحنا في حزن على اختي اللي مات، وحنا على بالنا راه اختي مات بسبب شي مرض ولا شي حاجه بحال هكذا كما قال داك التقرير الطبي. ما عمرنا توقعنا بلا راه الدعوه هي اللي كانت سبب في هذا الشيء، ولكن من بعد غادي نعرفوا بهذا الشيء. المهم داز 6 شهور على هذا الشيء. واحد العشيه جويه المغرب عاوتاني غادي تدخل امي الكوري ديال البقره اللي كانت عزيزه عليها، حطات ليها هذيك الماكله والماء اللي سقات ليها من البير وحطت السطل باش تحلبها. بدات كتحلب امي حتى لواحد اللقطه البقره غادي تتحرك وقاصت داك السطل برجليها وغادي تكفح داك الحليب كامل. وهنا امي غادي تعصب بزاف وبلا الاراده ديالها عاوتاني غادي تبدا تدعي بدوك الدعوات الخايبين ديالها. قالت للبقره جن يضربك ويهزك عليا من هنايا. مشات امي خرجت من الكوري وهي معصبه وهي تدخل للدار. شي شويه ها هو الوليد جاي من المزرعه ديالو، توضا وصل للمغرب هي هذيك حتى الوقيته ديال العشاء. جلسنا كنتعشاو ومضويين داك القنديل ديالنا القنديل ديال الغاز، حتى شي شويه غادي نبداو نسمعوا صوت ديال البقره. كنسمعوا صوتها وهي كدير بحال شي حد كيتخنق والنفس ما لاقي منين يدوز ليه، ومعاه هي بقره صوتها كان كيخلع ديال بصح وكان مجهد بزاف. المهم الوالد غادي ياخذ داك القنديل ونزل يشوف مال ديك البقره ياك مريضه ولا شي حاجه بحال هكذايا. الحاجه اللي جات في البال ديال الوالد كما شي عقرب ولا شي لفعه ولا شي شفار اللي دخل تمايا وخلعها. وصل الوالد للكوري وغوصل بدا كيغوت وكيعيط لينا. انا غوصلت للكوري تصدمت من داكشي اللي غادي نشوفو قدامي. البقره كانت طايحه على الارض وكانت منفوخه بزاف. ملي غير شفت داك الديكور بدات كتبكي وكتغوت. بالخصوص هاد البقره هادي كيف ما قلت لكم راه عزيزه عليها بزاف.
قرب الوليد من البقره وبدا كيقلب فيها في الرجلين وفي اليدين، ما يلقى فيها لا طراس ديال شي عضه حنش ولا عضه ديال عقرب ولا شي حاجه بحال هكذايا، ولكن ما لقى فيها لا طراس ديال حتى شي حاجه. وحنا تما كنشوفوا الكرش ديالها غادا وكتنفخ، والبقره كتغوت بداك الصوت اللي كان كيخلع. وتما امي عاد عرفات بلي راه الدعاوي ديالها هما السبب في هذا الشيء. قالت لنا راه انا هي السبب، انا اللي قبيله كفحات لي السطل ديال الحليب وقلت لها جنوني ضربك ويهزك عليا من هنايا. البقره مسكينه غادي تموت في ديك الليله للاسف. والغد ليه مشى الوليد للقريه، جاب شي صحابو عندهم طوموبيل وربطوا ديك البقره وجروها لمور واحد الجبل ولاحوها تمايا. واخا نوصف لكم تنايا ما نقدرش نوصف لكم حالات الحزن اللي كانت عليها الوالده ديالي. لحد دابا راني باقي ما بديت لكم قصتنا مع الرعب ومع الجن وشنو داروا فينا. من مور ما ماتت البقره مشيت 3 ايام في واحد الليله تعشينا ودخلنا باش نعسو حتى لواحد الوقيته. اختي ناضت باش تمشي للطواليت، خدات مع هذاك القنديل ديال الزيت وهبطات. حتى شي شويه غادي نفيقوا كاملين على الصوت ديال الغوات ديال اختي بواحد الطريقه اللي هي هستيريه، لدرجه كاملنا نزلنا كنجريو ومرعوبين. وصلنا عندها كنقولوا لها مالك شنو وقع لك شنو وقع لك. اختي وجهها كان باين عليه الصدمه وكترعد من كثره الرعب. قلنا لها شنو اللي شفتي شنو قولي لنا شنو، ولكن ما كانش قادره تهضر، ما كانش قادره ترد علينا، باين بلا دخلت في شي صدمه نفسيه. حط عليها الوالد يدو وبدا كيقرا عليها شي شويه ديال القران، حتى شي شويه دازت هذيك الحاله وبدات كتهدى. سولها الوالد مالك شنو وقع لك شنو شفتي تغوتي. تما غادي تقول واحد الحاجه اللي ما عرفناش واش نتيقوها ولا نكذبوها، ولكن راه من دوك الغوتات اللي كانت دارت راه باين بلي ما كتكذبش داكشي اللي قالته راه بصح. قالت لنا راه غير فتحت الباب ديال الطواليت غادي نلقى قدامي اختي الصغيره اللي ماتت شحال هادي، كان شكلها كيخلع ديال بصح وكتشوف فيا بعينيها، وغتلقط ديك الغوته الاولى اختي اختفت من قدامي. قال لها الوالد بنتي اختك راه ماتت من شحال هادي الله يرحمها، تعودي بالله من الشيطان الرجيم وراكي غير كنتي كتخيلي وصافي. وغادي ندخلوا للدار وكلنا كنهديو في اختي كنقولوا لها صافي راه ما وقع والو ما ديريش في بالك، كيف ما قال لك الوالد راه هادشي غير تهيؤات وتوهم وصافي. قلت لها امي اجي تباتي معنا اليوم في البيت ديالي انا وباك باش ما تبقيش خايفه هاد الليله هادي تيصبح الحال. مازال كاع ما طفينا الضوء ديال داك القنديل حتى غادي نسمعوا واحد الصوت اللي غادي يجمد لنا الدم في العروق ديالنا كاملين، لدرجه شي بدا كيشوف شي وحنا مصدومين وما فاهمين والو. اختي اللي غادا غوتات غادي تمشي عند امي وغادي تبقى مخبعه في الحضن ديالها. غادي نسمعوا في السفلي ديال الدار نفس داك الصوت ديال ديك البقره اللي مات لينا. قال لنا الوالد واقيلا راه كنتوهموا، ولكن واش في نظركم 6 ديال الناس غادي تهيئ لهم نفس الصوت؟ بدا الوالد كيهدي فينا حتى هدينا وكل واحد مشى للبيت ديالو. انا حاولت نعس ديك الليله ولكن الناس ما بغاش يدوز عليا. من غادي يجيني هاد الناس وانا سمع الصوت ديال البقره اللي 3 ايام هادي باش مات. غادي نسمع المره الثانيه الصوت ديال البقره جاي من التحت من السفلي، صوت اللي كان واضح وما فيهش غرام ديال الشك. انا نط مخلوع باغي نطل نشوف اشنو كاين. حليت الباب ديال البيت يلا غادي نخرج، غادي نلقى الوالد والوالده حتى هما كانوا خارجين وهازين في يديهم داك القنديل. قالوا لي فين غادي شنو فيقك في هاد الليل هذا؟ قلت لهم راه سمعت الصوت ديال البقره جاي من التحت، وبين بلي حتى هما خرجوا حيت سمعوا نفس داك الصوت اللي سمعت. مازال كاع ما كملت هضرتي معاهم حتى الصوت كنسمعوه كاملين كيتعاود عاوتاني من التحت. الوالده دخلها الشك تقول في راسها واش بقرتي باقا عايشه ولا شنو هادشي كيوقع هنايا. امي بغات تنزل لتحت المصدر ديال داك الصوت تشوف واش البقره ديالها رجعت ليها وباقا عايشه ولا شنو واقع. غادي تبعها الوالد وتبعشهم حتى انايا، ولكن فاش نزلنا ما لقينا والو. قلبنا حتى البيوت اللي كانوا مسدودين ولكن والو، ولو لقاو غير شي بقره تكون هاربه لشي حد من القريه وجات دخلت لعندنا لهنايا ولكن والو. ايوا دابا هاد الصوت ديال البقره منين جاي؟ هادشي اللي بغيت نفهم انايا. ولا السؤال اللي خصنا نسولوه واش شكون اللي كيدير الصوت ديال هاد البقره هادي؟ المهم قلنا واقيلا غير كنتوهموا خلينا نطلعوا نعسوا. يلا غادي نطلعوا في الدروج غادي نسمعوا الصوت ديال البقره هاد المره هادي جاي من الكوري ديالها. امي غا سمعت داك الصوت مشات كتجري فرحانه للكوري حيت على بالها راه بقرتها رجعت ليها ولا شي حاجه بحال هكذايا. تبعناها بجوج حلينا الكوري ولكن ما كاين والو، كاين غير الغنم وصافي. حيت الكوري كنا كنحطوا فيه الغنم وديك البقره النيت. غادي شد الوليد داك القنديل من عند الوالده وخرج كيدور الجناب ديال الكوري وجناب الدار تيدور لا تكون شي بقره هربانه من القريه لشي واحد ولا شي حاجه بحال هكذايا. حيت راه ما يمكنش هادشي اللي كيوقع هنايا، يا حنا حماق ولينا كنسمعوا شي حوايج ما كاينينش، يا هادشي عنده علاقه بالعالم الاخر وبالجن، يا شي بقره هربات لشي واحد من الناس ديال ديك القريه وجات لعندنا لهنايا وهي اللي كدير هاد الاصوات هادو. قال لنا الوليد راه قلب تعيط ولكن راه ما لقيش والو، وقال لنا تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم واضح بلي الجن هما اللي كيتلاعبوا بينا. خليونا نطلعوا نعسوا واخا نسمعوا اي حاجه نتجاهلوها تيطلع الصباح. طلعنا وكل واحد دخل الفرج ديالو. حتى شي شويه عاوتاني غادي نسمعوا صوت ديال الرجلين ديال البقره
كنتمشاو فوق السقف ديال الدار. فقت مخلوع عاوتاني وباغي نخرج نشوف شنو واقع. غا خرجت لقيت الوالد حتى هو خارج من البيت ديالو. قلت له شنو فيقك؟ قال لي نفس الشيء اللي سمعت، حتى هو سمعت دوك الصوت ديال الخطوات الفوق ديال السقف ديال الدار. طلعت انا وياه للسطح ديال الدار ولكن ما كاين حتى شي حاجه. بقى كيشوف فيا وكنشوف فيه وحنا مستغربين شنو هادشي كيوقع هنايا في هاد الليله الكحله. قال لي الوالد ممكن يكون شي طير كبير بحال شي بومه كبيره هي اللي كانت كتمشى على السقف ديال السطح، بالخصوص هذا السقف ديال الدار ديالنا كما قلت لكم راه مبني من الخشب هو اللي كيدير داك الصوت. ولكن صراحه ما نظنش داك الصوت ديال دوك الخطوات كانوا خطوات ديال الحيوان اللي كبير. المهم قلت صافي تيقت ودخلت ديك الهضره لراسي، واخا داكشي صراحه راه ماشي معقول وماشي منطقي. رجعنا نزلنا وغادي نلقى الام ديالي جالسه وكتبكي، باين بلا كانت خايفه بزاف. قال لي الوالد صافي ما ديريش في بالك، راه غير شي بومه هادي ولا شي حيوان اللي جا كيتمشى فوق السطح وصافي. وبالنسبه للصوت ديال البقره راه 100% غير شي واحد هربات له البقره من ديك القريه وجات لجهتنا وهي اللي كدير دوك الاصوات. وقال لي غير ما تبكيش ان شاء الله راه باقي غادي نشري لك شي بقره، غير صبري شي شويه، غير ما يبقاش فيك الحال على بقرتك اللي مات. ولكن امي واخا قال لي هادشي كامل بقات كتبكي وما حبستش داك البكا ديالها. قال لي الوالد صافي غير سير نتايا تنعس دابا واخا تسمع اللي سمعتي تجاهل داك الصوت وما ديروش في بالك وخرج من باب واسع. المهم رجعت انايا للفراش ديالي قريت الاذكار ونعست حتى غادي يصبح الحال. داز واحد النهار اللي روتيني بين السرحه والروتين ديال المزرعه والفلاحه، راكم عارفين هاد الخدمه ديال الفلاحه. توصلت الوقيته ديال العشاء تجمعنا كيف ما العاده باش نتعشاو وكنا شاعلين جوج ديال القنادل، واحد مضوين به على العشاء ديالنا واحد كنا حاطينه جهه الدروج باش اللي بغى ينوضي يمشي ينزل ولا شي حاجه بحال هكذايا بلا ما يحتاج القنديل الاخر. بدينا كنتعشاو حتى شي شويه غادي نبداو نسمعوا الصوت ديال الخطوات ديال شي واحد طالع في الدروج. ولكن شكون هذا اللي طالع في الدروج؟ راه حنا كاملين مجموعين كنتعشاو دابا، خوتي كاملين حدايا والوالد والوالده كاملهم حدايا. الصوت غادي وكيطلع، حنا كاملين حبسنا من ديك الماكله ودرنا كنتسناو باش نشوفوا شكون اللي طالع. حتى شي شويه غادي نشوفوا الظل ديال البقره، الراس ودوك القرون الصغار ديالها منعكسين على الارضيه ديال الدروج. تما بدينا كاملين كنغوشوا من كثره الرعب اللي شفناه لدرجه ما سخفات كاع. وغا غوتنا داك الظل وداك الصوت ديال الخطوات غادي يختفي بحال ما كان حتى شي حاجه. بدينا كنرشوا على امي الماء حتى فاقت من ديك السخفه ديالها، فاقت وبدات كتبكي بحال البارح. قال لي الوالد مالك واش مخبى عندنا شي حاجه؟ مخبى عندنا شي حاجه قوليها، حيت كان باين بلا مخبى عندنا شي حاجه ما قدرتش تعاودها. قلت لنا راه البارح وقعت واحد الحاجه اللي ما قدرتش نعاودها لكم. البارح فاش طلعتوا نتوما للسطح فاش سمعتوا داك الصوت ديال دوك الخطوات غادي نشوف نفس هذا الظل هذا ديال البقره اللي شفنا دابا، وسمعت نفس الصوت ديال بنتي اللي مات وهي كتبكي من السفل من التحت. وفي هذه الليله من كثرت ما حنا مخلوعين ومرعوبين تجمعنا في بيت وحده ونعسنا حدا بعضياتنا حتى واحد شي شويه كاع السراج ديال ديك البيت غادي تحلوا بالجهد وكلشي ناض مخلوع وكيغوت. بالخصوص فاش تحلوا هاد السراج هادو تخبطوا مع الحيط بالجهد. ناض الوالد كيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيزد في دوك السراج. قال لنا ما تخلعوش راه غير البرد اللي غادي يكون فتحوم. مازال كاع حتى ما هدينا من هاد الشيء حتى غادي نسمعوا الصوت ديال الحوافر ديال البقره عاوتاني في السفل كيتمشاو، كتمشى غاديه وجايه وراكم عارفين الصوت ديال الحوافر ديال البقره كيفاش يكون الصوت ديالو. يعني راه باين انه ماشي صوت ديال بنادم. كاع خوتي وامي بداو كيبكيو من غيري انا والوالد اللي واخا كنا مخلوعين وميتين بالخوف كنحاولوا نصبروهم. حتى شي شويه الصوت ديال دوك الخطوات غادي يتقطع. تما قال لنا الوالد واخا تسمعوا اللي سمعتوا خليكم هنايا في البيت وغادي يسد علينا الباب. شويه حتى بدا كلشي كيهدا وبدات الامور كترجع لطبيعتها. غادي يقطع داك الهدوء واحد الصوت ديال واحد الشجره اللي كانت جنب البيت بحال تقول طاحت عليها شي حاجه ثقيله من الفوق. سمعنا العروج ديال الشجره وهما كيتهرسوا. تما الوالد غادي يهز القنديل وغادي يتم خارج يشوف شنو واقع. قلت لي الوالد عافاك ولدي سير مع الوالد ديالك ما تخليهش يمشي بوحدو لا توقع ليه شي حاجه. مشيت انا وياه تبعتو من اللور باش نشوفوا شنو وقع لديك الشجره. ولكن المفاجاه هي فاش خرجنا الشجره ما وقع ليها والو. الشجره هي ايوا شنو كان المصدر ديال هذا الصوت اللي سمعنا حنايا دابا؟ انا دورت راسي كنتفقد كما نشوف شي حاجه في ديك الظلمه حتى لواحد اللحظه جيت البير ديالنا غادي نشوف بقره وقفات معايا. انا غاش في داكشي قلت الوالد شوف شنو داكشي اللي ليه. دار الوالد وحتى هو غادي يشوفها. قال لي راه واقيلا هذه هي البقره اللي دارت فينا هذا الرعب هذا كامل. هذه البقره هذه 100% غادي تكون هربات لشي حد وجاتنا حنايا لهنايا. قال لي الوالد شوف غادي نقربوا منها حنايا بشويه باش ما تهربش ونشدوها. قدام عيني وحنا كنقربوا من ديك البقره غادي تختفي بحال ما كان والو تمايا بحال غير السراب هذاك. الوالد تخلع وبدا كيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيقرا ايه الكرسي. قال لي الوالد يلا نطلعوا في حالنا لا توقع لنا شي حاجه هنايا الله يستر. طلعنا ولقينا امي وخوتي مخلوعين وكيبكيو عاوتاني. قال لهم الوالد شنو شفتوا شي حاجه؟ باين بلا فاش خرجنا وقعت لهم شي حاجه. قالوا لنا بلا شي حد كيتمشى الفوق في السطح وكيسمعوا الصوت ديال الخطوات الفوق. طلعت انا والوالد كنجريو الفوق ولكن ما لقينا عاوتاني حتى شي حاجه. للاسف حياتنا مشات هكذايا الايام وكل نهار كنعيشوا الرعب ديال
بصح. اصوات ديال الخطوات، صوت ديال البقره، صوت ديال اختي كتبكي وكتغوت. واحد النهار خويا الصغير وقع لي كيما وقع لاختي الصغيره ذاك النهار. ناض للطواليط بالليل وغادي يلقى اختي الصغيره اللي مات قدامه في الطواليط. غا حل الباب غادي يضرب فيها وكان شكلها مرعب ديال بصح. قال لنا شافها وهي محروقه، بدا كيغوت حتى سخف. جينا كنجريو لعندو ولقيناه سخفان. دوز مده وهو في واحد الحاله ديال صدمه نفسيه من الصدمه ديال داكشي اللي شاف الوالد تاعيا وغادي يتصل بواحد الشيخ اللي يجي يرقي خويا ويرقي حتى الدار ويقول لنا واش فيها شي حاجه. جا الشيخ وقال لنا بلا الدار مسكونه بالجن، ومكثرت ما الام كانت كتدعي بالاسم ديال الجن على ولادها حتى سكنوا لكم الدار. المهم بدا داك الشيخ كل نهار كيجي كيدير شي بركه ديال الرقيه وكيمشي في حاله. ولكن هذا الشيء عاد ما زاد كثر وكثر، وبالخصوص بالليل. الاصوات وبالخصوص الصوت ديال اختي اللي بدينا كنسمعوه كل ليله ديما جايه من برا وهي كتغوت بعلى صوتها وكتبكي. حتى لواحد الليله، هاد الليله اللي غادي تخلينا نخويو ديك الدار في خطره. كنا كيعادنا مجموعين كنتعشاو وشاعلين داك القنديل ودايرين به حتى غادي نسمعوا صوت ديال الخطوات ديال شي حد طالع مع الدروج. درنا كاملين كنتسناو نشوفوا شكون هذا اللي طالع حتى غادي نشوفوا اختي اللي مات قدامنا. شكلها كان كيخلع ديال بصح كما وصفتها اختي الاخرى نهار شافتها في الحمام. كاملين تصدمنا وبدينا كنغوتوا بعلى صوتنا. غا حنا بدينا تنغوتوا هي دارت ونزلت هربانه. ومن تما من ديك الليله تسنينا غيصبح الحال وقررنا نخرجوا من ديك الدار المسكونه. وغصبح الحال داك النهار مشينا للدار ديال جد امي حتى نقلبوا فين نستقروا ونسكنوا. ولكن امي نهار على نهار بدات كتتقاضى وصحتها كتضعف. دوزات عامين وهي كتعاني من هذا الشيء. ما خلى الوالد فين ما داها اطباء رقاة ولكن بلا فايده، حالتها غا في تدهور حتى ولات جلدها على عظم. المور ديك العامين غادي توفى حتى الوالده ديالي الله يرحمها. ومن تما هبطنا للمدينه بدينا حياه جديده انا والوالد وخوتي. المهم كانت هذه القصه ديال اليوم. بالنسبه للقصه راه حقيقيه والاحداث ديالها كامله حقيقيه ووقعت بصح. القصه خديتها من صناف ابو سعود كيف ما العاده. المهم كنتمنى تخليو لي الراي ديالكم تحت في التعليقات على هذه القصه هذه. كنت باغي نقول لكم الا عجبتكم القصه ما تنساوش اللايك والبارطاج وكذا، ولكن صراحه هذه القصه هذه ما فيها ما يتعجب لانها حزينه بزاف والمشكله هي انها قصه حقيقيه. المهم تهلاو لي فراسكم، بيس تهلاو.